المركز الأول بعد أن تساوتا في نسب التصويت في اللحظات الأخيرة من بدء البرنامج. هما الرئيس الصومالي الجديد محمد عبد الله فرماجو وقائد حماس الجديد أيضا في غزة يحيى السنوار. صوت لهما 37% من المتابعين لكل منهما. بعدهما جاء نجم الكرة الأمريكية مايكل بينت كما أسلفنا ونال 16% من أصواتكم. في المركز الأخير حل مستشار الرئيس الأمريكي المستقيل مايكل فلين، حصل على 10% من الأصوات. إذن من الأسير رقم 1 في سجون الاحتلال يتحول القيادي في حماس يحيى السنوار إلى العدو رقم 1 لإسرائيل. أسق الصوماليون آمالا كبيرة على حكم الرئيس المنتخب محمد عبد الله فرماجو الذي يصفونه بالسياسي النزيه وحسن السمعة. عرف الصوماليون فرماجو حين كان رئيسا للحكومة عام 2010. فمن هو الرئيس الصومالي الجديد الذي اختاره جمهور الجزيرة هذا الأسبوع؟ شخصية هذا الأسبوع أيضا تغلبه على أكثر من 20 مرشحا لكرسي الرئاسة فاجأ كثيرين. الأكاديمي والسياسي محمد عبد الله فرماجو هو الآن الرئيس التاسع للصومال منذ استقلالها عام 60. لا يعد فرماجو غريبا عن مراكز صنع القرار في مقديشو، فقد سبق له أن شغل رئاسة الحكومة عام 2010 خلال ولاية الرئيس السابق شيخ شريف شيخ أحمد. لم يطل المقام بفرماجو رئيسا للوزراء، فبعد 7 أشهر فقط استقال من منصبه بموجب موائمات سياسية وضغوط إقليمية ودولية لنزع فتيل أزمة بين رئيس الصومال آنذاك ورئيس البرلمان. ورغم قصر عهده في الحكومة تمكن فرماجو من تحقيق إنجازات بقيت راسخة في أذهان الصوماليين. ففي عهده مثلا كانت الرواتب تصرف شهريا على خلاف الحكومات الأخرى. مدعوما بتأييد شعبي قوي خاض فرماجو سباق الرئاسة في عام 2012، لكن دون أن يتمكن من تخطي حظوظ الرئيس السابق حسن شيخ محمود. وبعد نحو 5 أعوام يعيد فرماجو الكرة، لكن محققا المفاجأة هذه المرة. بالنظر إلى واقع الصومال وحال الصوماليين، فإن اكتساح فرماجو لانتخابات الرئاسة كان بالفعل احتمالا واردا بقوة. فنصف أعضاء البرلمان نواب جدد غالبيتهم من الشباب المتعطش للتغيير. أما الصوماليون فقد أنهكوا بفعل عقود الحرب الأهلية والمجاعة والفساد السياسي، وضاقوا ذرعا بالتدخلات الدولية والإقليمية التي تفرض عليهم من يحكمهم. عوامل عززت حظوظ فرماجو الذي يوصف بالنزاهة وحسن السمعة وبأنه لا يخضع لأجندات أحد. لنقترب أكثر من شخصية الرئيس فرماجو ودلالات فوزه وكذلك التحديات التي تنتظره وتنتظر الصومال معه. ينضم إلينا من مقديشو يوسف حسن رئيس تحرير صحيفة حقيقة تايمز ورئيس نادي الصحفيين الصوماليين، ومن لندن جوناثان أوفاي أنسا رئيس تحرير مجلة أفريكا بريفينج المعنية بالشؤون الأفريقية. مرحبا بكما. سيد يوسف حسن، ما الدلالات المنتظرة أو التأثيرات المنتظرة من انتخاب فرماجو على هذا النحو الذي ربما أشاد به كثير والذي يمثل سابقة في المحيط العربي أن يتم تداول السلطة بهذه السلاسة؟ ما الذي يمكن أن يؤثره على المجتمع المفكك والأمن المنهار والاقتصاد المتردي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا الرئيس فرماجو شخصية فرضت نفسها على الصوماليين، فرحبه معظم الصوماليين في أنحاء البلاد في الداخل وفي الخارج ترحيبا لم تشهد الصومال في السنوات الماضية. ثانيا من المنتظر من الرئيس فرماجو أن يقوم باستتاب الأمن في الصومال، حيث تشهد حاليا الصومال بانفلات أمني شامل. فشلت الحكومات السابقة بتوحيد الصومال، ويتوقع أن يوحد فرماجو البلاد، خاصة المناطق الجنوبية التي كانت تشهد بحالة من عدم الاستقرار في 20 سنة الماضية. ومن المتوقع أيضا منه أن يخلق مجالات عمل أو فرص عمل للشباب العاطلين عن العمل، وأن يقوم بمصالحة شاملة للبلاد، وأن يوقف الهجرة إلى
دول الجوار وإلى الغرب. طيب على ذكر دول عبر الجوار دعني أسأل الحيطان. السيد جوناثان من لندن، يعني الصومال يعيش